بعيد. ايه في يا سعيد مالك؟ بعدين في اليوم مش عايز يلز ده النهارده يا اولاد. ايه في؟ ما فيش يا ابوي. كيف ما فيش يعني؟ ما هتبكي ليه انت امال؟ ايه ده؟ يا حبيبي مالك؟ ايه في؟ يا ابوي وبعدين يا اولاد ادي الغربه يا عم. احسب خدت قد ايه وكسبت قد ايه، واحسب كمان من مره بكيت قد ايه. يا ابوي مالك؟ ما انا تعبت خلاص ومليت واتخنقت جبت اخر مش عارف اعمل ايه. ليه الحياه عامله معي كده يا عم سمير؟ مش عارف انا. طب ايه اللي حصل معاك خلاك تبكي؟ اخواني يا اخي اخواني لا مقدرين غربتي ولا مقدرين تعبي ولا مقدرين اي حاجه. شغالين طالعين يضربوا في العيال، داخلين يضربوا في العيال، زنلينهم. ليه يا اخي؟ مش يقولوا حتى ابوهم مسافر ومتغرب وببعث لهم فلوس برضه بيضربوا في العيال ومزعلين المرأة، مع اني انا اللي في البيت شايل امي. يا ابوي لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى اللي في البلد مش مقدرك ولا سند غربتك. يعني دول بدل ما تكتبوا عليهم ويحن عليهم ويعوضوهم فراقك. انت عارف اخوي قاعد في البلد هناك ما شغالش ومخلي العيال زي المرمطون هناك ومشغلهم خدامين عنده. اعمل دي سوي دي، هات الشيشه، هات كوبايه ميه مش بيشرب يا راجل. مش اخوك الكبير صبر العمق ده؟ ايوه ايوه. طب قوم ما تبكيش، قوم يا ابوي اعمل ايه يا ابوي؟ انا هرن لك عليه يا راجل، هرن لك عليه والله. يا ابوي ده مخه ناشف مش بيسمع كلام حد. مخه ناشف؟ مفيش حاجه اسمها مخه ناشف مش مخه. والله ابعت للعيال تفرط هناك في البلد. قوم يا قوم بس تبكيش. قوم ابني مش قادر انا. بعدين يمكن الواحد يتغرب ويتبهدل ويتمرمط في الحياه وهناك ناس اخوانه مش شايلينه. ليه يا اخي؟ ليه الواحد يعمل يعني؟ معلش يعني يقعد في البلد زي الحريم يعني؟ معلش يعني لما تغلب نافع وانا قاعد في البلد يقولوا عليه زي الحريم. ليه كده يا اخي؟ ما يشيلوناش يا اخي، مع ان انا شايل هو قاعد في البيت عالة يا اخي. معلش قوم كان عالة هو حينفع. قوم بس خلاص. ايه ارتاح بس. ايه في؟ كسرت يا عم. ايوه رجلك كسرت. رحت الموقع لقيته واقع ورجله مكسور. لا اله الا الله محمد رسول الله. عملية وشرح مسامير. عملية وشرايح ومسامير كمان ولازم ينزل البلد. الموضوع ده مكلف جوه هنا سمير. الموضوع ده مكلف جوه. يعني عايز فلوس كتير، يعني لازم ينزل البلد. اولا ده مسحنا الجو وحيفك. اما احنا دلوقتي في مشكلة فقر ولا هو المشكلة ان احنا نمشوه دلوقتي؟ ما يتكلم صح. ما قلنا لك كرتك الابيض ينفع في اليوم الاسود. وقوم اشتغل يا ولدي، قوم عافر يا ولدي. اقعد كسر، لا معاه فلوس ينزل ولا معاه فلوس يتعالج. يا ابوي احنا اللي نموله، احنا اللي نموله وننزلوه. انا هتصرف معايا. انا قلت لك انا نازل البلد حلقت معايا وهنتفق بيه لغايه ما يوصل. بس وناس هناك يبقى معاهم خلي بالهم منه. انا سمعت كلامك عم سمير واشتغل. اخرت نومه في السكن دي. اشتغلت. انت يومين عليك وجينا مكسور وشرح مسامير. والله ما انا فرق بس مضروبوني لناس. هنروح ومش عارف اروح الخشب. لا ان شاء الله مش هنروح. هنروحوك ولا احسن من ناس كتير. الله يخرب بيت ابوه. ده امبارح في 7 مخطوفين وطالبين من ناسهم فديه. ايه الناس يا اخي والله العظيم انا اقوم ملاقيش غير المختلفين عايزين يطلعوا فيهم من ورا وقدام ويقول لك المختلف راح المختلف ده في الحق. شفت الهواء اللي علينا؟ محدش مسايبها في حاله صح. ما حدش حاسس بينا عم سمير، والله ما حد حاسس بينا. ما تفضل كل يوم واحد ميت، واحد مكسور، واحد مشلول، واحد عليه قروض، واحد كفيل ممشيه. يا دكتور الناس مالهاش دعوه بالكلام ده، الناس تحسن وبس. ما عرفاش ايه اللي احسن. والله احنا نتغرب ونتبهدل وفي الاخر سمعتنا مضروبه. تاخدها معاك؟ ايوه يا عم. طب خدها معاك واحنا هنحط لك فلوس. يا دكتور مسكن ولا اي حاجه. احنا يا حبيبي كل ساعتين هاخدك معاه وانت ماشي. هنحط لك فلوسك ومصاريفك يا نار. على الغربة وأوجاعها وعمر اللي انطوى فيها ما حد يحس بوجاعها على قد اللي عاش فيها. سافرت وسبتها بلادي، هجرت غيطاني وأولادي.
سافرت وسبتها بلادي هجرت غطاني واولادي وشوقي ودمعي مقعادي دموعي الحر تعبني